ليه تقدم في تيدكس؟ الأول إيه هي تيد؟ هي اختصار لتكنولوجي انترتينمنت اند ديزاين، وهي مؤسسة غير هادفة للربح، وهي بتكون عبارة عن مؤتمرات تحت شعار أفكار تستحق الانتشار، وهي عرض أفكار جديدة أو معروفة بس بشكل مبتكر في كل المجالات المختلفة. وتيد اكس هي نموذج مصغر للمؤتمرات دي على مستوى العالم. طيب انت بتستفاد منها ايه؟ تستفاد انك بتكون مشارك في عمل مؤتمر او حدث مصغر او حدث من الصفر لحد ما يكون على ارض الواقع حقيقه، بعد ما بتختار الكوميتي اللي انت هتبقى فيها سواء ماركتنج او بي ار او غيره. وساعتها تقدر تكتب في السي في انك اتطوعت في نشاط طلابي، وده مطلوب في كل المنح والانترنشيبس. وعلى جانب تاني فانت مثلا لو كنت جرافيك ديزاينر هتبقى قدرت تشتغل عملي وعملت البورتفوليو بتاعك عشان لما تيجي تقدم على شغل حتى لو انت صغير او لسه طالب، وطبيعي هيسالك على شغل قديم عملته، تقدر تبعت الشغل اللي انت عملته في التيم ده، وساعتها ممكن تاخد وظيفه بمقابل مادي او حتى تشتغل از فريلانسر. ده غير تطوير مهارات التواصل عندك وازاي تنشئ شبكه علاقات قويه. ببساطه هي تجربه عمرك ما هتخسر منها حاجه، وزي ما دايما بنقول ارمي نفسك في البحر والميه هترفعك.